سيبك بقى من كل طرق القرنبيط اللي جربتيها قبل كده، وتعالي جربي الطريقة دي. هنعمل النهاردة القرنبيط في القلاية الهوائية أو الفرن بطريقة سهلة جدا، وكمان بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت، وهنعمله بطريقة صحية وهينفع معانا للناس كمان اللي بتعمل دايت. قبل ما نبدأ الفيديو، لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها، ونبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة هجيب قرنبيطة صغيرة، هاخد من القرنبيطة دي 350 جرام بالظبط من القرنبيط. هبشره بشر ناعم جدا، بس قبل ما ابشره لازم اغسله تحت الميه الجاريه كويس جدا جدا قبل ما ابشره، عشان احنا القرنبيط هنا مش بنسلقه. بعد كده بقى، بعد ما بشرته، هكون محضره معايا 4 بيضات هضيفهم. بعد كده هضيف معايا بقى هنا نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الكزبره، ونص معلقه صغيره من الكمون، ومعايا هنا نص كوبايه من الحليب، وبصلايه صغيره هنقطعها مكعبات صغيره، وفلفل اخضر، ومعايا هنا فلفل الوان، وكمان جزرايه مبشوره. طبعا لو في حاجه من الحاجات دي اثرت معانا في البيت مش موجوده، عادي ممكن نستغنى عنها، بس الحاجات دي بصراحه بتدي قيمه غذائيه عاليه جدا للوصفه بتاعت النهارده. بعد كده هظبط بقى الملح بتاع الوصفه، وهضيف نص معلقه صغيره من الملح، وكمان هضيف معايا هنا كزبره على شبت، او بقدونس على شبت، اي حاجه متوفره برضو عندنا في البيت، اي حاجه خضراء هنضيفها على الوصفه برضو. بعد كده بقى هنقلب الخليط كويس جدا جدا. نحاول نقلب بقى البيض مع الحليب مع المكونات دي كويس قوي. بعد كده هحضر معايا هنا، احنا في طريقتين هنا للتسوية، هنسويها يا اما في الفرن يا اما في القلاية. انا طبعا الفرن عندي هنا فيه مشكلة، فهضطر ان انا اسويها في الاير فراير. معايا هنا ورق الزبدة اللي بيدخل الاير فراير، ومعايا هنا قوالب السيليكون. انا هجيب القوالب السيليكون وهرشها بالزيت، دي الحاجه الوحيده الماده الدهنيه اللي احنا هنستخدمها في الوصفه. بعد ما رشيناها بقى بالزيت، هجيب شويه من الخليط. طبعا الخليط ده كله هيجي كتير قوي على القالب. هحط هنا حوالي اكتر من نصه في القالب، والباقي هحطه في قالب صغير برضو اصغر من ده بشويه. نقدر طبعا نحطها في صينيه واحده وندخلها الفرن لو احنا الفرن بتاعنا ما فيهوش اي مشكله. هحط بقى القالب بتاعي في القلاية الهوائية، وهظبط البرنامج على برنامج الخضروات. دي قلاية سكاني، في كل برنامج خضروات اللحوم بيبقى مظبوط كده التوقيت بتاعه، وكمان درجة الحرارة. هنا برنامج الخضروات هيظبط نفسه على 160، ودرجة الحرارة على 160، وكمان البرنامج حوالي نص ساعة. وبرده للفرن لو عملناه هتاخد في الفرن برده نص ساعة. عايزة اقول لكم ان هي ريحتها هتقلب البيت كله، ريحتها كمان جميلة جدا وطعمها تحفة. يلا جربوها وقولي يا ريكم فيها. وصفة سهلة جدا جدا، مش هتاخد معاكي توقيت وقت خالص، وهتبقى جاهزة، وهتنفع كمان للناس اللي بتعمل دايت. ووصفة صحية قوي قوي. يا ريت فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتصلوا عليا في الكومنتات، واشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو جديد. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.